حواديت والكلام اللي ده. حصل ان انا عايز تقول قبل وانا موجود في نادي الجونه اتعرض عليك نادي الاهلي لا بعد ما رحت الاهلي، يعني انت رحت الاهلي خلاص ورحت المانيا. في المعسكر ايه بقى اللي كابتن هادي حصل؟ خشبه قال لي ان انت ممكن ما تأيدش في افريقيا، واحنا مستنيين لعيبه جايه تانية وهنعمل كان جده جاي مقارنه. و... كان حسام غالي وشوقي، هنعمل مقارنه ونشوف مين اللي هيتأيد. فقال لي انت يعني براحتك، انت عايز تكمل عايز مش عايز. قلت له لا مش هكمل. طب بص، قبل ما اكمل كلامي معاك، معانا مدير الكره الاستاذ احمد الصحيفي من نادي الجونه. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا كابتن حاج. ازي حضرتك؟ ومعانا كابتن جمال حمزه بيسلم عليك. ازيك يا جمال؟ ازيك يا حاج؟ الله يخليك. الحمد لله. حاج احمد، يعني دلوقتي كابتن جمال حمزه ايه اخر مشكله بالنسبه له معاكم وانتوا كده سامعني يا حاج احمد؟ اتفضل. كابتن جمال حمزه دلوقتي يعتبر لاعب في الجونه ولا مش لعيب في الجونه؟ لا في الجونه طبعا. في الجونه طبعا. طيب ايه اسباب ان هو بعيد جدا؟ انتوا دافعين اكيد ليه فلوس، الفلوس دي كده اترمت في الارض ولا هتبقى ليها تكمله ان انتوا يجي يلعب معاكم تاني؟ يعني انت شايف الاستاذ الموضوع عامل ازاي يا حاج احمد؟ لا هو حضرتك موضوع انه يكون متواجد يلعب او ما يلعبش دي طبعا كابتن انور وجه الموضوع الفني كله. ومشكله جمال مع نادي الجونه دلوقتي مطروحه في اتحاد الكوره. احنا مقدمين وجمال مقدم، واتحاد الكوره هو اللي يرد في كلام. مثلا جمال ممكن يكون ليه في الفتره السابقه مستحقات او ملوش مستحقات، دي تبع اتحاد الكوره. لكن حته ان هو جمال يكون موجود طبعا دي احنا كنا تاكيدها كلها للكابتن انور سلام. الحاجات الفنيه بس هو لاعب عندكم، يعني مش لاعب عند الكابتن انور سلام، لاعب في نادي طبعا الجونه جمال ليه عقد مع الجونه في هاي السنه الجايه مثلا ممكن يرجع تاني يكمل السنه الجايه ولا خلاص العلاقه والله انتهت؟ ممكن طبعا، مش ممكن ليه لا. لكن كل حاجه في ايد كابتن انور سلام. كابتن انور سلام مش عايز خالص الموضوع يرجع تاني او مفيش يعني؟ لا ما نعرفش احنا بدايه الموسم الجاي بقى ايه النظام. يعني طبعا يعني ممكن جمال لو جه عرض كويس انا ممكن سامعني جمال جنبك يبقى عادي مفيش مشكله. طب هيجي له عرض ازاي يا استاذ؟ هيجي له عرض ازاي يا حاج احمد؟ كابتن انور طلب انه يرجع بدايه الموسم اللي جاي يبقى طبيعي وعادي طبعا يرجع. يعني النقط الفنيه دي كلها متروكه للكابتن انور. الناحيه الاداريه بتبقى متروكه معانا احنا ومع اتحاد الكوره. طيب اسال حضرتك سؤال، هو الراجل ما بيلعبش دلوقتي بقاله داخل في سنه. لا هيتباع 6 شهور 6 شهور. لما جه في نص السنه عايز يمشي، الكابتن انور سلام ما رضيش يمشي جمال حمزه عشان فلوس قليله، صح؟ صح. طيب هل هو هيجيب فلوس اكتر لما يقعد اكتر ما يلعبش، ولا كان اتباع احسن ومشي؟ يعني قصدي كانت فكره احترافيه يعني. انتوا شايفين الجونه بتفكروا ازاي في الموضوع ده؟ والله كابتن الحاج ده لما يجي بدايه الموسم اللي جاي ان شاء الله يخليها ربنا في القصه دي. يعني جمال لازم برضه يتمرن طيب يعني انا مش هقدر البس حاجه دي دلوقتي. تمام بشكرك يعني يا حاج احمد. انا بقول لجمال يعني هو يعني نفسي جمال يرجع، لان هو اللي بدا بالقصه الاول وبالقصه المشكله مع الكابتن انور في عدم اللعب في الجونه وعدم تدريب في الجونه. ويمكن انا جمال يعرف كويس ان انا بحبه قد ايه، مش عايز يلعب في الجونه وبخاف عليه طبعا. يعني هو اللي بدا الطريق اللي هو مش صح. يعني جمال حمزه ما فيش زيه اثنين في مصر في لعب الكوره، يعني لعيب كوره ممتاز الكل يعني زي كنت انت كابتن كلمتني عليه قبل كده برضه. يعني سوري يعني يهتم شويه بنفسه ان شاء الله بدايه الموسم القادم يكون له دور ان شاء الله. بشكرك حاج احمد الصحيفي مدير الكره بالنادي الجونه. مبتسم ليه؟ بس ما سمعتش ثلاث ارباع الكلام اللي بيقول ان انت يعني مش عايز تتمرن في الجونه او تسافر الجونه وهي دي اللي حصلت مشكله. لا ما هو عشان كنت عايز اتمرن لوحدي والفرقه في القاهره يعني انا بوجه، يعني انا مش طرف، لكن يعني كابتن اسامه ليه طبعا كل الحق والتقدير ان هو يلعب وما يلعبش اللي هو عايزه، زي حاجه هو المدير الفني. لكن كنادي ليه اصل زي كمال حمزه، هو الاصل دلوقتي بينزل لما ما بيلعبش، يا اما كنتوا سبتوه يا اما هتيجوا السنه الجايه تسيبوه ببلاش خالص، يا اما هتسيبوه تأيدوه تاني وتدفعوا له فلوس وما يلعبش تاني. فقصدي لازم الموضوع ما يبقاش فيه عند، يعني قصدي النادي الجونه ما يبقاش فيه عند. الموضوع قلب عند يعني. لازم لان هتخسر فلوس وهتخسر لعيب، فكان كنت اتبعت. يعني ده رايي الشخص طبعا، هم الناس ادرى بمصلحتهم، لكن العالم كله ما حدش بيعند مع لعيب كوره في الاخر، ان انت اللي بتخسر وهو بيخسر. يعني هو هيلعب في نادي تاني وانت هتضيع في فلوسك، فكان احسن انك تروح نادي تاني تلعب فيه. طيب نسيب يعني انت خلاص انت مش عايز تتكلم قوي في موضوع الجونه، مش عايز تقول المشكله اصلها ايه؟ لا مش اصلها، هي حصلت يعني مشكله. يعني انت مش عايز تتمرن في الجونه وهو عايز يمرنك في الجونه، انت شايفها عند ان هو بيعند معاك وانت دماغك ما ينفعش حد يمشيها عليك؟ لا مش كده، بس يعني منطق. يعني انا هقعد لعيب لوحدي اتمرن في الجونه والفرقه كلها تتمرن في القاهره؟ ده احتراف يا جمال، ما انت بتاكل عيش من النادي ده والمدرب يقول لك حاجه. ايوه لا بس هي لو هو الموضوع مش عند
يعني انت مالك بقى، مش شغلتك يا لا جماعه. ازاي بس يعني ازاي؟ ما شغلتي ازاي وانا هفضل قاعد في الجونه لوحدي والفرقه كلها في القاهره؟ هو ممكن بيعمل كده عشان يشوف اذا كنت هتسمع الكلام ولا لا. ممكن هيلاقي هتمرنك تمرين واحد وبعد كده ترجع. لا ما انا في الاخر قلت اوكي، ما انا في الاخر برضو في الاخر خالص قلت الاخر بعد قد ايه بقى؟ لا مش فاكر بقى بعد قد ايه بقى كتير يعني بعد وقت يعني. بعد شويه. وما رضيش برضه؟ ما رضيش. طيب خليني اكمل كلامي عن النادي الاهلي يا جمال. يعني محطه في حياتك. ايه شايفها، ايه التجربه بتاعت النادي الاهلي يعني انت بسبب ان افريقيا رحت قايل لهم انا همشي؟ ما انا مش هقعد اتفرج انا يعني يعني هتفرج في التلفزيون ليه؟ انت حاسس انا جاي على احسن من الموجودين؟ لا مش حكايه احسن من الموجودين، انت جاي على اتفاق 1 2 3 فخلاص مش موجود فهكمل ليه؟ فاهم؟ وبعدين حسيت ان يعني بالبلدي كده ان يعني احنا عايزينك تمشي، فاهم؟ بس عايزينها تيجي منك. هم عايزينك تمشي؟ عايزينها تيجي مني انا. ليه؟ ايه المؤشرات؟ ما اعرفش، انا حسيت بكده، ممكن ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط. ايه المؤشر اللي حسسك؟ الكلام اللي كان بيتقال لي يعني ان شد حيلك بقى ولا لا إيه؟ الكلام اللي هو القعده اللي هي مع الكابتن هادي ان يعني في ناس هتيجي وفي مقارنه هتحصل وهنشوف مين اللي هيتأيد. طب انت جبتني ليه؟ من الاول. طب وانت ليه ما خدتهاش مثلا؟ طب ماشي انا كويس. ما حسيتش بدي، ما هو انا ما حسيتش بالكلام ان هو عايزني اقول كده. فاهم؟ طب فمن اخر يعني في اخر الموضوع ربنا يوفقك في حته ثانيه على طول كده. مفيش يا ابني اهدى شويه؟ لا مفيش. حاسس الناس مش ممسكه يعني. بالظبط. فانت قلت له همشي، يقول لك اوكي مع يعني شكرا يا جمال. بس الموضوع كان باحترام يعني. ده يعني هو ده الطبيعي. ان خلاص اللعيب مش عايز يبقى موجود، خلاص شكرا السلام عليكم، خلاص الموضوع انتهى. موضوع غريب نوعا ما شويه، لكن مش غريب والله. ليه غريب ليه؟ اصل هو الموضوع لما الموضوع لو كان في حاجه ثانيه حازم كانت هتتعرف. يعني هو الموضوع لو في حاجه الطرفين ما فيش حد طلع منهم، طلع من ناس ثانيه حاجات غريبه شويه بس. لكن الطرفين بصراحه الناس بتتكلم، يعني بتتكلم على الاهلي كويس وهم بيتكلموا عليك كويس، وده المهم. لان ما فيش حاجه حصلت فعلا بجد. بس ما هو ده عشان كده في حاجه يعني هو لازم في حاجه تحصل. يعني مش طبيعي. اللعيب كويس جدا، الناس الاهلي كل سنه يقول لك عايزين من الاهلي، بقالك 10 سنين عايز تروح، يعني الناس عايزاك في الاهلي وفجاه تروح الاهلي تمشي بعد شهر، برضه الموضوع مش طبيعي. ممكن. لكن نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتننا كابتن جمال حمزه.